قبل ما تفكري تقولي أنا كويسة وجذابة، خليني أقولك حاجة مهمة جدا. في حاجات صغيرة جدا انت بتعمليها من غير ما تحسي. الحاجات دي بتقلل من جاذبيتك ومن تأثيرك الطبيعي على الناس حواليكي. ممكن تكوني جميلة وذكية وواثقة، بس في تصرفات بسيطة كده زي الكلام الزيادة أو الرد السريع على أي حد أو توترك المستمر تقدر تخلي أي حد يستسهل وجودك أو يقلل من قيمتك، حتى لو مش ظاهرلك دلوقتي. الموضوع مش إنك وحشة ولا ناقصة حاجة ولا محتاجة تغيري شكلك أو طريقة لبسك. الموضوع إنك ساعات بتقللي من نفسك من غير ما تحسي، وبتدي مساحة للناس ياخدوا منك أكتر من حقهم، وبتخليهم يشوفوكي سهلة حتى لو أنتي في الحقيقة أقوى وأغلى من أي حد حواليكي. عايزاكي تعرفي إن الجاذبية الحقيقية مش في شكلك ومش في لبسك ولا الميك اب بتاعك ولا شكل جسمك. الجاذبية الحقيقية في تصرفك، في ثقتك بنفسك، في احترامك لنفسك، في طريقة كلامك، وفي تأثيرك الطبيعي على اللي حواليكي. في الفيديو ده هوريكي الحاجات اللي بتقلل من سحرك الطبيعي من غير ما تحسي، وكمان هيديكي طريقة ترجعي تلمعي وتظهري تأثيرك من غير ما تمثلي حد تاني أو تحاولي تبقي حاجة مش انتي. خليكي معايا لحد الآخر علشان لما تعرفي الحاجات دي سحرك الطبيعي هيزيد، وكل خطوة وكل كلمة وكل تصرف هتعمليها هيبقى ليه وزن وتأثير حقيقي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة عشان أكبر بيكو. أول حاجة معانا الكلام الكتير بدون معنى. في ناس كتير وممكن نكون إحنا منهم أوقات بيتكلموا كتير من غير فايدة من غير معنى، بس الحقيقة الكلام الكتير ده مش بس مضيعة وقت، ده كمان بيقلل من قيمتك وتأثيرك على الناس حواليكي. يعني ممكن تكوني ذكية وفاهمة وحلوة، بس كل مرة الكلام بيغلبك واللي حواليكي مش هيسمعولك وهيبتدوا يتجاهلوكي. وحتى لو ركزوا في اللي بتقوليه، هديكي شوية أمثلة على الكلام الكتير بدون معنى. لما تحكي لأي حد كل حاجة حصلتلك في يومك، لما تقولي كل حاجة بتفكري فيها حتى لو مش مهمة، لما تكرري نفس الكلام أكتر من مرة أو تحاولي توضحي كل حاجة، لما تتكلمي كتير بس من غير ما تسمعي حد تاني. الحاجات دي بتخلي اللي حواليكي يحس إن كلامك فاضي أو إنك مش مركزة أو حتى إنك محتاجة اهتمام زيادة. طب ليه الكلام الكتير بدون معنى بيضر؟ لأنه بيقلل من قيمتك. اللي بيتكلم كتير بدون هدف الناس مش بتحترمه، بيشوفوه دايما محتاج يملي الفراغ، بيشتت الناس. حتى لو عندك حاجة مهمة تقوليها، الكلام الكتير بيضيع أهميتها ومحدش هيسمعها كويس، وبيخلي الناس مش مهتمة. لما كل الكلام يبقى على الفاضي، الناس هتبطل تركز على كلامك وهتبطل تهتم، وممكن يبتدوا يتجاهلوكي. وبيضغط على نفسك. لما تتكلمي كتير بدون معنى، عقلك مش هيبقى مرتاح، وممكن كمان تحسي بالتعب والضغط وكأنك محتاجة تهربي من حاجة. طب إزاي تتحكمي في كلامك؟ فكري قبل ما تتكلمي. قبل أي كلمة اسألي نفسك، الكلمة دي هتضيف حاجة؟ اسمعي أكتر ما تتكلمي. الناس بتحب اللي يسمع ويهتم قبل ما يتكلم. اختاري الكلمات المهمة. خلي كلامك قيم، اللي يسمعه يحس إنه مهم. خلي فيه مساحات سكوت، مش كل لحظة محتاجة كلام. السكوت أحياناً أبلغ من الكلام. ابعدي عن التكرار، ما تكرريش نفس الكلام أكتر من مرة. الكلمة المهمة لما تتقال مرة كفاية. الخلاصة، الكلام الكتير بدون معنى ممكن يضر تأثيرك ويقلل من احترام الناس ليكي، ويخلي كلامك اللي مهم يضيع. لما تتحكمي في كلامك هتستخدمي كلماتك الصح وتسيبي مساحة للناس يسمعوكي ويحسوا بقيمتك. ساعتها كلامك هيبقى ليه وزن وتأثيرك الطبيعي هيتضاعف، واللي حواليكي هيقدروا يسمعوكي ويتعلموا منك، وساعتها مش هيحسوا بالضغط أو الملل. تاني حاجة معانا الاهتمام الزايد بآراء الناس. وليه بيضر؟ كتير مننا بيبقى دايما مشغول برأي الناس عننا، يعني كل خطوة، كل كلام، كل حاجة بنعملها عايزين الناس تحبها أو توافق عليها. في الحقيقة الاهتمام الزايد ده بيقلل من قيمتك وبيخليكي مش مرتاحة،
وبتخلي كل حاجة في حياتك مش ملكك، وبتعيشي على مزاج الناس بدل ما تعيشي على مزاجك انتي. هديكي شوية أمثلة على الاهتمام الزايد بآراء الناس. إنك بتعملي أي حاجة بس عشان حد يقول جميل وبرافو وقد إيه انتي شاطرة، وفي معظم الوقت مش بتقولي رأيك الحقيقي عشان بتخافي من تعليق حد، وبتترددي في اتخاذ أي قرار، وكل خطوة بتعمليها محتاجة موافقة الناس. طب ليه ده بيضر؟ لأنه ببساطة بيقلل ثقتك بنفسك. لما كل حاجة تعمليها بتبقى محتاجة رأي حد لأنك مش بتثقي في نفسك، وبيخليكي مش حقيقية. اللي حواليكي مش هيعرفوا مين انتي أصلاً، لأنك دايماً بتغيري من نفسك علشان الناس، وبيضغط عليكي نفسياً. القلق المستمر من رأي الناس بيخليكي متوترة ومش مرتاحة، وبيضيع وقتك ومجهودك. بدل ما تركزي على حياتك وأحلامك بتقضي وقتك في محاولة إرضاء الناس. طب إزاي تتخلصي من الاهتمام الزايد؟ اعرفي قيمتك. الرأي الأهم هو رأيك انتي، مش رأي أي حد. اسألي نفسك قبل أي خطوة، ده هيفيدني أنا ولا بس هيرضي الناس؟ خلي ليكي حدود، مش كل حاجة محتاجة تفسير أو موافقة. تعلمي تقولي لأ من غير شعور بالذنب. ركزي على هدفك وحياتك، مش كل الناس لازم تعجبهم كل حاجة. الخلاصة، الاهتمام الزايد بآراء الناس بيقلل من سعادتك، بيضيع قيمتك، وبيخليكي دايما متوترة. لما تهتمي بنفسك وتثقي في نفسك كل حاجة هتمشي أحسن، هتعيشي حياتك على مزاجك مش على مزاج الناس. تالت حاجة معانا تجاهل العناية بنفسك، وليه خطير. كتير مننا بنغفل عن نفسنا من غير ما نحس، وبنسينا نهتم بمظهرنا وبصحتنا وبراحتنا النفسية، وبنركز على الشغل أو مشاكل الحياة. تجاهل العناية بنفسك مش بس بيخليكي تحسي بتعب أو إحباط، ده بيقلل من قيمتك وتأثيرك الطبيعي كمان. هوضح لك أكتر بشوية أمثلة على تجاهل العناية بنفسك. ما بتعتنيش بمظهرك اليومي، شعرك، بشرتك، لبسك. بتأجلي الرياضة أو الحركة اليومية. بتنسي تاكلي صح أو تشربي مية كفاية. مش بتدي لنفسك وقت تهدي فيه أو ترتاحي. وطبعا كل ده بيضرنا. طب ليه ده بيضر؟ لأنه ببساطة بيأثر على ثقتك بنفسك. لما ما بتهتميش بنفسك شعورك بنفسك بيقل، وده بيبان على تصرفاتك وكلامك، وبيقلل تأثيرك الطبيعي، وكل اللي حواليكي هيحس بالملل أو عدم الانسجام مع طاقتك. لأن ببساطة الطاقة والحيوية جزء من سحرك الطبيعي، وبيضر صحتك النفسية والجسدية. الإهمال بيزود التوتر، الاكتئاب، وحتى التعب الجسدي، وكمان بيخلي الناس يقللوا من قيمتك. لما مش بتبيني أفضل نسخة منك الناس ممكن ما تاخديكيش على محمل الجد. طب إزاي ترجعي تهتمي بنفسك؟ خلي عندك روتين يومي صغير، غسل وش، تسريح شعرك، لبس مرتب، ممارسة الرياضة. حتى نص ساعة يومياً بتعمل فرق كبير. اهتمي بالأكل والشرب، جسمك محتاج تغذية صحية ومية كفاية. خدي وقت لنفسك، اقري، اسمعي حاجة بتحبيها، اعملي أي حاجة تحبيها. ابتسمي وثقي في نفسك. الطاقة الإيجابية بتظهر في كل حاجة حواليكي. رابع حاجة معانا المقارنة مع البنات التانيين. وليه بيضر؟ المقارنة مع البنات التانيين بتقلل من قيمتك وحضورك، وبتخليكي تحسي بالنقص أو الغيرة بدل ما تركزي على نفسك. زي إنك تشوفي حد أجمل أو أنجح، ساعتها هتحسي بالنقص. وممكن برضو تشوفي حد حياتها أحسن منك، وقتها تحسي إنك متأخرة. وطبعا كل ده بيضرك جدا. بيضرك عشان بيقلل ثقتك بنفسك، بيضيع وقتك وطاقة دماغك، وبيخليكي مش راضية عن نفسك، وبيبعدك عن أهدافك. طب إزاي تبطلي المقارنة؟ ركزي على نفسك وأهدافك. احتفلي بنجاحك مهما كان صغير. قللي استخدام السوشيال ميديا لو مضايقاكي. قولي لنفسك أنا كفاية. الخلاصة، المقارنة بتسرق منك سعادتك وطاقة حياتك. لما تبطليها هتقدري تعيشي حياتك على مزاجك، وسحرك الطبيعي هيزيد. خامس حاجة معانا صوتك العالي والعصبية السريعة. وليه ممكن يضروكي؟ كتير مننا ساعات من غير ما ناخد بالنا بنتعصب بسرعة أو صوتنا يعلى مرة واحدة.
يمكن يكون السبب الضغط أو التعب أو عادات من زمان، بس الحقيقة الصوت العالي والعصبية السريعة بيقللوا من تأثيرك وحضورك، وبيخلوكي تباني قوية ومتوترة بدل ما تباني واثقة ومتزنة. بيجي عليكي وقت بتزعقي على أي حاجة بسيطة من غير تفكير، بتتضايقي بسرعة من أي موقف أو كلمة، صوتك بيعلى حتى مع اللي بتحبيهم، ومش قادرة تتحكمي في أعصابك في المناقشات. وطبعا كل ده بيضرك لأن ببساطة أولاً بيقلل احترام الناس ليكي، واللي حواليكي ممكن يبعدوا عنك أو مش ياخدوا كلامك على محمل الجد. بيخلي الناس متوترة حواليكي حتى لو قصدك طيب، العصبية بتعمل جو مش مريح للناس، وبتضر صحتك النفسية والجسدية. العصبية المستمرة بتزود الضغط النفسي وتوترك، وأحياناً بتعمل مشاكل صحية، وبتقلل حضورك الطبيعي. لما صوتك يعلى أو تتعصبي بسرعة، حضورك مش هيسيطر على الناس، وهيخلي الناس تركز على تصرفك مش على كلامك. فلازم تتحكمي في الصوت والعصبية. طب هتحكم فيهم إزاي؟ لو لقيتي نفسك اتعصبتي وهتبتدي تتنرفزي، خدي نفس عميق قبل ما تتكلمي أو تزعقي. ركزي على الكلمات مش على الصوت، الكلام الهادي أقوى من الصوت العالي. ابدأي بالهدوء في أي نقاش، مش كل حاجة تستاهل زعق. اعرفي سبب العصبية، هل ضغط، تعب أو حاجة تانية؟ خلي وقت لنفسك، خدي وقت تهدي وتفصلي عن الموقف قبل ما تردي. الخلاصة، صوتك العالي والعصبية السريعة ممكن يضروا قيمتك وحضورك، ويخلوكي متوترة دايماً ومتوهمة. لما تتحكمي في نفسك، كلامك هيبقى أقوى، حضورك هيزيد، والناس هتحترمك أكتر. سادس حاجة معانا، الاستعجال الزايد. كتير مننا عنده عادة الاستعجال في كل حاجة، عايزة كل حاجة تحصل بسرعة، كل قرار يتاخد بسرعة، كل حاجة تحصل دلوقتي حالاً. بس الحقيقة الاستعجال الزايد مش بس بيخليكي قلقانة ومتوترة، ده كمان بيخليكي تخسري فرص مهمة وتاخدي قرارات غلط وتضيعي طاقتك على حاجات مش مهمة. زي مثلاً عايزة كل حاجة تحصل فوراً، وظيفة، نجاح، علاقة، ومش صبرة تتعلمي حاجة جديدة أو تطوري نفسك خطوة خطوة. وبتتسرعي في الكلام أو الرد على أي موقف، وبتتسرعي برضو في الحكم على الناس أو الأمور من أول ثانية. وطبعاً كده هيبقى فيه ضرر عليكي كبير جداً، لأن الاستعجال أولاً بيقلل قراراتك غلط. لما تستعجلي ممكن تاخدي قرار بدون تفكير ويخليكي تندمي بعدين. 2. بيزود توترك وقلقك. كل حاجة مستعجلة عليها بيخلوا مخك وجسمك بيتوتروا طول الوقت، وبيقلل من صبرك وتحملك، وبتزهقي بسرعة، وده بيخليكي تقللي من تقديرك للفرص أو للناس حواليكي، وبيضيع فرص أفضل. لما كل حاجة مستعجلة ممكن تفوتك فرصة أحسن لو كنت صبرتي شوية. وعشان كل ده ما يحصلش، لازم نتحكم في الاستعجال. لازم تاخدي نفس عميق قبل أي خطوة، وتحددي أولوياتك. ركزي على اللي مهم فعلاً. اعملي خطوة خطوة، مش لازم كل حاجة تحصل مرة واحدة. اتعلمي الصبر، كل حاجة ليها وقتها، وده مش معناه تأجيل، ده حكمة. ثقي في نفسك وفي الوقت المناسب، واعرفي إن كل حاجة هتحصل لو صبرتي شوية. الخلاصة، الاستعجال الزايد بيخلي حياتك متوترة وقراراتك أقل جودة. لما تبطلي الاستعجال هتقدري تعيشي حياة أكتر هدوء، وتاخدي قرارات صح، وتستمتعي بالرحلة مش بس بالوصول. سابع حاجة، المبالغة في اللبس والمكياج. المبالغة في اللبس والمكياج ممكن تقلل من جاذبيتك الحقيقية وحضورك، وبيخلي الناس يركزوا على الشكل بس بدل ما يركزوا في شخصيتك وكلامك. زي مكياج تقيل يومياً حتى للخروج العادي، لبس مبالغ فيه أو ألوان وقصات مش مناسبة، إكسسوارات كتير جداً،
وكل ده بيضرك جدا لأنه بيقلل احترام الناس ليكي، يخلي الناس تحس إنك مش طبيعية، وبيزود التوتر والضغط عليكي، ويقلل راحتك وثقتك بنفسك. وطبعاً لازم تتحكمي في كل ده، وهو إنك خففي المكياج اليومي أو بلاش خالص، اختاري لبس مناسب وبسيط، استخدمي التفاصيل بعناية، خلي المظهر يعكس شخصيتك، ثقي في نفسك وجاذبيتك الحقيقية، لأن لما تختاري المظهر البسيط والأنيق هتظهري جاذبيتك الحقيقية من غير مبالغة، والناس هتحس بقيمتك وهتكوني دايماً مرتاحة وواثقة من نفسك. تامن حاجة، الدخول في كل نقاش. الدخول في كل نقاش حتى لو ما يخصكيش ممكن يقلل احترام الناس ليكي ويضيع وقتك وطاقتك. ساعات بتحسي لازم تقولي رأيك في كل موضوع وتدخلي نفسك في مشاكل أو كلام الناس حتى لو مش ليكي فيه، وأكيد كل ده هيجرك، لأن بكل بساطة هيقلل احترام الناس ليكي، وبيزود توترك وضغطك النفسي، وبيضيع وقتك على حاجات مش مهمة، وبيخليكي تبيني عصبية أو متوترة. فلازم تتحكمي في نفسك، لازم تختاري المناقشات المهمة بس، وتسمعي أكتر ما تتكلمي، وتفكري قبل ما تردي، وتركزي على حياتك وأهدافك، لأن الدخول في كل نقاش ممكن يضيع وقتك ويقلل احترام الناس ليكي. لما تختاري المناقشات الصح كلامك هيبقى أقوى، وحضورك وثقتك بنفسك هيزيدوا. تاسع حاجة معانا، الشكوى المستمرة. في ناس بتحب تشتكي على طول من أي حاجة تحصل لهم حتى لو بسيطة. الشكوى المستمرة مش بس بتضايق الناس حواليكي، ده كمان بتقلل من قيمتك وقوتك الشخصية، وبتخليكي دايماً متوترة ومش مبسوطة. في ناس على الدوام تشتكي من الشغل، من الناس، من ظروف الحياة، وتركز على المشاكل أكتر من الحلول، وكل موقف بسيط يتحول لشكوى كبيرة. وطبعاً كل ده بيضرنا جداً، لأن بيقلل من احترام الناس لينا، هيخلي اللي حواليكي يزهقوا من سماع الشكوى طول الوقت، وبيضغط عليكي نفسياً. الشكوى المستمرة بتخليكي دايماً متوترة وحزينة، وبتضيع طاقتك، لأن بدل ما تركزي على الحلول أو على نفسك، الطاقة بتروح على الزعل والكلام السلبي، وبتأثر على علاقاتك بالناس حواليكي، ممكن تبعد الناس عنك أو تقلل من تواصلك معاهم. طب إزاي تتخلصي من الشكوى المستمرة؟ ركزي على الحلول بدل التركيز على المشكلة. اشكري ربنا على الحاجات الصغيرة اللي بتحصل لك كل يوم. قللي الكلام السلبي قدام الناس. اكتدي أفكارك ومشاعرك بدل ما تكرريها للآخرين. فكري إيه اللي ممكن أعمله بدل ما اشتكي، لأن الشكوى المستمرة بتسرق منك قيمتك وقوتك الشخصية. لما تبطلي الشكوى هتقدري تعيشي حياتك بهدوء أكتر وطاقة إيجابية وحضور قوي يجذب الناس ليكي. 10 حاجة والأخيرة، مطاردة الناس باهتمامك. في بنات كتير بيحسوا إن هم لازم يوروا الناس اهتمامهم على طول، كل يوم، كل ساعة، في كل حاجة. بس الحقيقة مطاردة الناس باهتمامك مش بتخليهم يحبوكي أكتر، بالعكس بتخليهم يبعدوا أو مش يحسوا بقيمتك. هديكي شوية أمثلة على مطاردة الناس باهتمامك. إنك بتكلميهم على طول على السوشيال ميديا حتى لو مش بيردوا، بتسأليهم عن كل حاجة في حياتهم بشكل مستمر، بتحاولي تكوني دايما متاحة ومستعدة لأي رسالة أو مكالمة، وبتظهري اهتمامك بشكل مبالغ فيه حتى لو هم مش بيردوا بالمثل. طب ليه ده بيضر؟ لأن بكل بساطة بيقلل احترام الناس ليكي، وبيخلي اللي حواليكي ممكن يحسوا إنك متوترة أو محتاجة قبول مستمر، وبيخليكي تعملي كل حاجة عشانهم مش لنفسك. لما تركزي على إعجابهم مش هتركزي على حياتك وأهدافك، وبيزيد شعورك بالنقص. لما تحسي إنهم مش بيردوا بنفس الاهتمام ممكن تزعلي وتتوتري، وبيأثر على علاقاتك. الناس ممكن تبعد لو حسوا إن اهتمامك مبالغ فيه أو متطلب. طب
إزاي تتحكمي في نفسك. ركزي على نفسك وحياتك وأهدافك. خلي اهتمامك متوازن مش مبالغ فيه. افهمي إن الناس ليهم حياتهم وظروفهم. اعملي مسافة صحية بينك وبين أي حد، مش كل حاجة تستاهل طاقة منك. خلي تواصلك طبيعي ومبني على الاحترام مش التعلق، لأن مطاردة الناس باهتمامك مش هتزود محبتهم ليكي. لما تبطلي المطاردة هتقدري تحافظوا على قيمتك وقوتك الشخصية، وتخلي الناس تحترمك وتقدرك أكتر. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا وسمعتي كل الكلام ده، افتكري دايماً إن حياتك وقيمتك وقوتك الشخصية أهم من أي حاجة تانية، واهتمي بنفسك وقراراتك. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي نصايح يومية أكتر، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان حابة أسألك، هل استفدتي من الفيديو ده؟ اكتبولي في التعليقات رأيك، أنا مهتم أعرف إيه أكتر حاجة حسيتي إنها فادتك.